بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ملعب الملكي في كل مكان. طبعا في الحلقة دي هنتابع نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون العرب. فريق المقاولون العرب اللي صاعد مجددا للدوري المصري الممتاز. هنتابع في الحلقة دي زي ما قلت لك نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون العرب. تابع الفيديو للنهاية ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده. في البداية خليني اقول لك ان فريق المقاولون العرب عمل 14 صفقة، كلهم لاعيبة صغيرة في السن، وبالتالي تقدر تجري كتير في ارضيه الملعب. فالزمالك محتاج انه يقفل خط الوسط باكبر عدد من اللاعيبه ذوات الخبرات في الحته دي، سواء هيلعب بعبد الله السعيد ومحمد شحاته وقدامهم ناصر ماهر، او حتى انه هيلعب بعبد الله السعيد ودونجا، وافضل اللعب بمحمد شحاته ودونجا واركن عبد الله السعيد للشوط الثاني، لان انت في الشوط الاول هتستنزف قوه اللاعيبه بتاعه المقاولون العرب بدنيا، وبالتالي بعد كده الشوط الثاني تنزل عنصر الخبره اللي عندك، تنزل الورقه الرابحه اللي عندك عبد الله السعيد. بعد ما اللعيبه دي هتكون منهكه بدنيا من الشوط الاول، انت تنزل عبد الله السعيد بقى اسيست او 2 كره بينيه ما تضرب لك خطوط الدفاع للمقاولون العرب، وبالتالي تقدر ان انت تفوز المباراه بشكل يعني مميز جدا جدا، وبشكل ممكن يكون فيه احترافيه كبيره كمان. المقاولون العرب عمل 14 صفقه زي ما قلنا، كلهم لعيبه صغيرين، ولكن في حاجه مهمه ان اللعيبه دي معظمها من الدوري الممتاز، او عفوا الدوري المحترفين، فبالتالي اللعيبه دي ما عندهاش خبرات الدوري المصري، فهتكون عايزه تثبت نفسها باي شكل، فانت لازم تكفي خط وسطك زي ما قلت لك. كمان في ثغره مميزه لنادي الزمالك يقدر يستغلها بسهوله جدا جدا، الا وهي جوزيف اوشايا اللي هو اللاعب اللي بيلعب في مركز الظهير الايسر لنادي المقاولون العرب. اللاعب ده يا جماعه الخير عنده تقدمات كبيره جدا جدا، وكمان عنده مميزه ان اللاعب بيرجع بسرعه كبيره، فالزمالك محتاج ان الكرات الطويله في حته الجناح الايمن لينا والظهير الايسر ليهم دي تبقى سريعه بشكل كبير يعني. فالراجل لو هيبدا بعبد الحميد معالي في المركز الجناح الايمن، فبالتالي عبد الحميد عليه انه يكون سريع في فترات كبيره من المباراه. افضل اللعب باخوان الفينا اللي خلاص اصبح جاهز للعب مع نادي الزمالك والمشاركه مع نادي الزمالك، والراجل هيشارك في التدريبات الجماعيه بكره باذن الله، فافضل اللعب في اخوان الفينا. الراجل المفروض يشتغل في التقسيمات او التدريبات اللي جايه قبل مباراه المقاولون العرب مع اخوان الفينا، في حته ان انت تستغل ثغره الباك الشمال للمقاولون العرب. كمان المقاولون العرب خط الدفاع بتاعه لما يكون معاه الكرة بيلعب 3-4-3 فكده انت ممكن تبقى عندك صعوبه في الخروج بالكره في الحته دي، ولكن لو عندك لعيب او 2 مهاريين والزمالك بيتميز فيها على الجناحين ومهاجم سريع، فانت كده ممكن تستغل في اي لحظه تلطش هدف من حتى في اول ربع ساعه، لانهم ممكن يكونوا نازلين المباراه بحماس كبير، وبالتالي ان انت تستغل الخطوط الدفاعيه بتاعتهم وتسجل هدف باريحيه كبيره جدا جدا. كمان الظهير الايمن الايسر لنادي الزمالك عليه انه يكون حريص، اللي هو محمود بن تايج عليه انه يكون حريص، لان هيلعب قدامه محمد عنتر عنده مهارات وامكانيات كبيره. كمان مهاجم المقاولون العرب شاب صغير مميز، يعني عنده سرعات، تقريبا هو من اسرع اللاعيبه حاليا في الدوري المصري، سرعته كبيره جدا جدا، فقلوب الدفاع والظهير الايسر لنادي الزمالك يبقوا حريصين بشكل كبير. كمان الظهير الايمن لنادي الزمالك عليه انه يكون اشد حرص من الظهير الايسر، لان انت هتلعب على جوزيف اوشايا الجناح وجوزيف اوشايا، وبرضه العيب ده يجي من الجناح الايمن للزمالك، لان انت عليك انك انت كده ترجع وتغطي مع الظهير الايمن بتاعك. دي كل نقاط القوه والضعف عندي مباراه سيراميكا المقاولون العرب. اتمنى في النهايه انضمامكم واشتراككم لعيلتنا الصغيره ملعب الملكي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.